مشجعين خارج قطر من اكثر الانديه اللي عندها عدد حضور جماهيري خارج قطر، من اكثر الانديه اللي عندها متابعات على مستوى التواصل الاجتماعي. اليوم مباريات السيليه اللي تنقل عبر الفيسبوك، عبر البث المباشر في تويتر، في غيره من الاشياء، المباريات اللي تتابع على قنوات الكاس تضاهي القمم، والسبب رابطة مشجعين السيلية في وين؟ في العراق. ليش؟ عشان خاطر ميمي، عشان خاطر ميمي. جمهور العراقي دائما حضوره كبير، حضوره رائع، وحضوره مؤثر بشكل مميز على مستوى المتابعة وعلى مستوى التغطيات وعلى مستوى الجماهيرية، ودائما ما يقفون خلف من يمثل بلادهم، ودائما ما يعني يرفعون لنجمهم ويمجدون له ويعطون اللي يستحقه إذا ما كان يستحق التحية والتقدير والاحترام. والأمثلة عندنا كثيرة خلال السنوات وسنوات وسنوات. دائما اللاعب العراقي يتألق في الملاعب القطرية، وكما ذكرت من الراحل أحمد راضي الذي جاء وسجل حضورا متميزا مع العربي والصدق، وبعد ذلك ومع ذلك التوقيت راضي شنيشل، وبعدين جانا يونس محمود، جت الكثير والكثير من الأسماء، علي رحمة، وفي الفترة الأخيرة أحمد إبراهيم، ويأتي الآن ميمي وينضم إلى ميمي بشار رسن. كلهم مميزين جدا. كرة بمحاولة ملعوبة لكن أيضا طالت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت إلى ركلة مرمى عند الحارس كلود أمين بعد نصف ساعة.